السعي بتاعنا لكن النتيجه مش بتاعتنا. احنا بنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. اللي فاتك مش بتاعك خلاص. حته ان انا اقعد افكر يا ريتني بقى كنت ذاكرت، ويا ريتني كنت عملت اللي عليا، ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني، لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب الثانويه، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كلكم ان شاء الله في احسن حال. الف الف مبروك على نتيجه الثانويه اللي انتوا جبتوها، سواء كانت النتيجه كانت مرضيه او غير مرضيه، فالف الف مبروك. والحمد لله اللي احنا عدينا الشوط الكبير ده وخلاص داخلين جامعه، فعاش. عايز اتكلم عن حته الرضا، وان انت دايما ترضى بالنتيجه بتاعتك، سواء كانت النتيجه زي ما توقعت او جت عكس ما انت توقعت. احنا دايما ماشيين بنقطه السعي بتاعنا لكن النتيجه مش بتاعتنا. احنا بنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. حته ان انا اقعد افكر يا ريتني بقى كنت ذاكرت، ويا ريتني كنت عملت اللي عليا، ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني، لا بلاش الكلمه دي بالله عليكم، عشان الكلمه ديت بصراحه يعني ملهاش لازمه. هتقعد تفكر وبعد ما تفكر وتزهق وتزعل نفسك، طب ليه؟ خلاص هو عدى خلاص. فنبدا نفكر في اللي جاي. وعايز اتكلم عن نقطه ان احنا لسه في اول الطريق، يعني لسه بتحط رجلك على السلم. مستقبلك ما راحش ولا حاجه، لا ده انت لسه في اول مستقبلك ورجلك لسه على السلم، انت لسه بتقول يا هادي. ان انت تقعد تفكر في اللي فات ويا ريتني كنت ذاكرت ويا ريتني كنت عملت اللي عليا، خلاص ما عادش وقته بقى. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها. حته ان انت ما اديتش حلو في ثانويه او ما ذاكرتش كويس، ما عملتش اللي عليك وجبت مجموع ما انتش راضي بيه، خلاص اللي عدى مش بتاعنا. فكر بقى في اللي جاي وانت لسه في اول الطريق عامه يعني. وان الكليه مش المستقبل، بالعكس في ناس كتير قوي دخلت كليات واشتغلت بحاجه عكس الكليه اللي هي دخلتها خالص. فخلي الكونسيبت ده في دماغك كده. بالنسبه للكليه وحته ان انا ادخل الكليه اللي اهلي عايزين اخشها، ولا ادخل الكليه اللي انا بحبها وشايف نفسي فيها، طبعا راي الاهل على راسنا من فوق وكل حاجه، بس مش هم اللي هيخشوا الكليه، ده انت اللي هتخش الكليه، انت اللي هتدرس، انت اللي هتتحط في المعمعه دي. فرايهم بصراحه يعني انا اسمع منهم نصايحهم واسمع خبراتهم واشوف برضو فكرهم عامل ازاي، انهم اكبر مننا واكيد فاهمين عننا يعني. بس الراي في الاخر يكون ليك، يعني ده قرارك انت. ناخد منهم نصايح وكده، بس في الاخر القرار بيرجع لي. انت عملت لايك ولا لسه؟ انا شايفك قاعد كده وعمال تسمع وبتاع ومتكيف وما عملتش اللايك. خد بالك الدنيا بقول لك احنا صارفين ومكلفين وباك جراوند واضاءات وشموع، وحتى بص جايبين ورد وبتاع، فيعني لايك كده سريع كده يعني، خلينا نكمل. خد بقى المفاجاه دي، عشان انا عارف ان انت الفتره دي محتار مش عارف تخش كليه ايه ولا تعمل ايه، وعمال تسال ناس هنا وناس هنا وناس هنا. لا، خد بقى المفاجاه دي من اخوك. انا جايب لك ناس متخصصه اصلا دي كلياتها، هجيب ناس من كل الكليات يشرحوا لكم باستفاضه عن كل حاجه تخص الكليه. ولو انتوا عايزين كليه معينه اتكلم عنها باستفاضه، سيبوا لي تحت في الكومنتات الكليه اللي انتوا عايزينها. عمر الطب والهندسه ما كان كليه قمه، وعمر ما كانت تجاره ولا اداب ولا تربيه ولا الكليات ديت كليات قاع. في قصه عن 4 شباب كانوا دايما مع بعض ثانويه عامه. ال4 دول كانوا دايما بيذاكروا مع بعض، يروحوا دروس مع بعض، ينزلوا مع بعض، يجوا مع بعض، حتى اغلب امتحاناتهم كانت زي بعض. جم في الاخر 3 منهم ودخلوا كليه طب، وجا الرابع ودخل كليه تجاره. هل ده معناه ان هو فاشل او هو ما ذاكرش او هو ما اجتهدش او ما عملش اللي عليه؟ بالعكس، ده هو ممكن يكون اجتهد زيه زيهم بالظبط وعمل اللي عليه، بس ده نصيب وتوفيق من عند ربنا. ال3 دول دخلوا طب وهو دخل تجاره لوحده، بس هم طبعا كانوا اصحاب يعني وكانوا مع بعض على طول. اتخرجوا 3 اتخرجوا واشتغلوا، هو كمان اتخرج واشتغل. وفي يوم من الايام ال3 هيشتغلوا في مستشفى، وتكون المفاجاه ويكون خريج التجاره هو صاحب المستشفى، والثلاثه هم اللي شغالين عنده. مش بقلل طبعا من الدكاتره او بقلل من مستواهم او كده، بس الفكره دايما ان انت تشتغل على نفسك، ان انت دايما تفكر في قدام. ما تقولش دلوقتي انا خلاص انا دخلت كليه معينه فلا خلاص انا حياتي وقفت عند الحته ديت ومش هكمل لا، انت لسه في بدايه الطريق. انت المفروض تشتغل على نفسك بقى عند النقطه ديت، وتبدا تشتغل على نفسك وتطور من نفسك. نقطه مهمه قوي عايز اتكلم عنها، حته ان انت تقارن نفسك بصاحبك او انت تقارن نفسك بصاحبتك. ده انا كنت معاها وهي جابت 90 وانا جبت 80، وتقعدي تقارن نفسك بيها وتزعلي وتضايقي نفسك. وفي ناس بتوصل انها تنتحر بسبب انها قارنت نفسها بغيرها. اوعى تقارن نفسك بغيرك، اوعى تقارن نفسك بغيرك، دايما قارن نفسك بنفسك. شوف انت كنت فين وبقيت فين، شوف انت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي كنت بتعمل ايه، وفي ثالثه ثانوي انت عملت ايه وذاكرت قد ايه وتعبت قد ايه، واتبسط ان انت بقيت احسن من الاول. وان انت ان شاء الله حط قدامك كده، حط حاجه في دماغك كده، ان انت ان شاء الله في الكليه انت هتبذل اكتر وهتعمل اللي عليك اكتر عشان خاطر تجيب مجموع اعلى ان شاء الله، وتبقى دايما بتتقدم عن اليوم اللي قبله. لكن لو لقيت ان انت مستواك بيقل عن اليوم اللي قبله، لا يبقى انت كده في خطر. لازم تاخد بالك من النقطه دي، شوف انت ايه اللي وقع معاك وتبدا تصلح. وافتكر دايما ايه عظيمه، ربنا عز وجل قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. مش معنى ان انت ما وفقتش في نتيجه الثانويه ان انت ربنا ضيع تعبك، لا بالعكس. انت ممكن ربنا يكون حاطك في كليه معينه والكليه دي تكون سبب في ان انت تنجح في حياتك بعد كده.
انت شايف ان انا مثلا لازم اخش طب عشان خاطر انا هنجح في طب. لا، انت ما تعرفش حاجه. انت ممكن ربنا يدخلك تخش صيدله مثلا وانت ما كانش في دماغك صيدله خالص، تفتكر بعدين بعد مثلا 20 30 سنه يا فعلا كان القرار ده كان هو الصح، وان انا لما دخلت صيدله فعلا نجحت فيها. وترضى ساعتها وتبقى مبسوط قوي، تقول الحمد لله ربنا دخلت كليه صيدله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. احيانا احنا بنحب حاجه تطلع في الاخر شر لينا، او نكره حاجه وتطلع في الاخر هي الخير لينا. فامشي دايما بالمبدا ده، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وافتكر دايما ان الشهاده هي مجرد ورقه بتثبت انك متعلم مش شخص ناجح. سلام. شايفك عمال تتفرج وبتاع ومنسجم معايا ونسيت تعمل اللايك كده، انا ازعل منك بقى. ما تشغلش بالك باللي فات خلاص، عيب عليك الكلام تاني. اولا تاني ايه بس؟ ليه اولا كده ايه رايكم مش مكمل بقى بالك. انت بالك انت الاثنين. استنى الفيديوهات الجايه اول حد يفوتها. ولا الفيديو الجاي اللي هيعمل كومنت مش عاجبني اعمل له بلوك.